من أقصى جنوب مصر جاء ليحيي في القاهرة حفلا رمضانيا دعا إليه حزب سياسي يتبنى تعريف الجمهور بفنون أبناء النوبة وسط تفاعل كبير من الحضور. في قرية كتلك ولد كرم مراد، ومنذ ميلاده تقريبا هو النوبيون على خريطة السياسة المصرية كقضية سياسية. أما هنا فهم عنوان من عناوين الثقافة المصرية تتجلى في ليالي رمضان فنا وطربا. أكيد في اختلاف بين الحفلات في رمضان وغير رمضان، يعني في رمضان بيبقى الاختيار الأغاني نفسها مختلف شوية. شباب النوبة الذين شاركوا في ثورة 25 من يناير يرون في شهر رمضان خير وسيلة لنشر ثقافتهم الخاصة في العاصمة. فكرة ان لما بتشوف كيان سياسي بيبتدي يهتم بالاعضاء النوبيين اللي جواه، يبتدي يعمل حفلات ثقافية او يبتدي يعرف الناس بالتنوع الثقافي اللي في مصر من خلال حفلات عن الثقافة النوبية، مش بس الرقص والاغاني، كمان ابعاد القضية سياسيا وتاريخيا. هذه الفتاة حرصت على المشاركة في السهرة النوبية رغم أنها تتهيأ لجلسة محاكمة في قضية سياسية في صباح اليوم التالي. أنا بحب الفن النوبي جدا جدا يعني، وحريصة أن أنا أحضر كل حفلات النوبة، ولي أصدقاء كتير جدا نوبيين،